رقم واحد، انت عندك مشكلة في ثقتك بنفسك انها ضعيفة ومش قادر تحدد احتياجاتك، ودايما عايز حد تعتمد عليه بدل ما بتعتمد على نفسك، او انك مثلا بتخاف من الالتزام والمسؤوليات. علشان كده لازم تشوف ايه اسباب عدم ثقتك بنفسك وتشتغل عليها وترجع ثقتك بنفسك تاني، وتعتمد على نفسك وما تخافش من الالتزام والمسؤوليات. وفي نفس الوقت لازم تتعلم من كل علاقة بتمر بيها، يعني اي علاقة فاشلة لازم تشوف ايه هي اسباب الفشل. رقم اتنين، انت متعاطف ومخلص وكريم جدا مع اللي حواليك وبتحاول دايما تكون متاح ليهم، وكمان ما عندكش مشكلة بتيجي على نفسك علشانهم. ولو حصلت مشكلة ومش انت الغلطان، هم بيرموا عليك غلطهم وانت بتقبل انتقادهم ليك، او مش عارف تدافع عن نفسك وخايف من زعلهم. ده معناه ان انت عندك طاقة ايجابية بتعطيها بدون حساب، وبالتالي اللي هيتجمع حواليك هنا من الناس هم الناس السلبية اللي ناقصهم الطاقة دي، وهيمتصوها منك ويرموا عليك كل سلبياتهم. ومش هيعجبهم طموحاتك ولا احلامك ولا نجاحك في اي مجال، لان هم نفسهم بيخافوا من النجاح، هم نفسهم فاشلين فهيسحبوك دايما للفشل زيهم. وعلشان كده لازم تشوف الناس الايجابيين اللي دايما عندهم توازن على نفس طاقتك الايجابيه. رقم 3 او مشكلتك الثالثه، انك بترضى بسهوله وباي حاجه من اللي حواليك، ودي مشكله. لان الشخصيات السامه بتحب اللي زيك كده، لانك انت بيبقى سهل السيطره عليك، هم عارفين انك هترضى باي حاجه وكمان هتبذل كل جهدك انك تخليهم مبسوطين. على فكره برضو انا ما بقولكش تبقى شرير يعني وما تحاولش تساعد الغير، لكن خليك واعي وافهم لما تلاقي اللي حواليك عايزين منك كل حاجه وانك دايما ترضيهم من غير ما يعملوا حساب ليك ولا تفكير في مشاعرك، يبقى ابعد احسن. رقم 4 او المشكله الرابعه، هي انك ما بتحترمش نفسك ولا وقتك، وده يحبه الشخصيات السامه، انه ليك موجود علشانه وقت ما يحتاجك حتى لو جيت على نفسك وقتك علشانه. وعلشان كده احترم وقتك ومواعيدك وما تجيش على مواعيدك ووقتك علشان حد. رقم 5، ما تبقاش كتاب مفتوح لأي شخص علشان ما حدش يسيطر عليك من الشخصيات السامة. لازم تخلي اللي حواليك يحس انك عندك قيمة ومحتاج مجهود علشان يعرفك ويتعرف عليك.